السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي، وكنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. كيف ما كتشوفوا من خلال هاد الصور اللي هي لمنتزه عين سلطان، هاد الصور اللي عندي قديمة شي شوية، ودابا غادي نديكم تكتشفوا معايا هاد المكان وهاد العين هادي اللي منها خرجوا هاد القراعي نتاع عين سلطان نتاع الماء المعدني اللي كيتباعوا في جميع مدن المغرب. فيلا معايا نستكشفوا المنطقة. انا كنت تواجد في ايمو الزركندر، هذا المكان الجميل اللي كيتواجد في نواحي مدينة فاس، يعني هو ما بين فاس ومكناس، وكنجيولو باش نتمتعوا باحضان الطبيعة وجمال الطبيعة والهدوء ديال هذا المكان هذا. فكيف ما كتشوفوا الدنيا هنا كالم، كل واحد داخل سوق راسو، كل واحد تيدير اللي عجبو، والراحه هنايا كتسمعي اصوات العصافير والحيوانات، وشي مره كدوز شي طوموبيل. يعني هنا الكالم والطبيعه، كاين الطبيعه، كاين الجبال، كاين الاراضي فلاحيه. كيف ما كتشوفوا هاد الحيوانات هادو زوينين، انا كنحماق عليهم، فضروري كتلقاني كنصور هاد المعيزات، سورتو هاد الصغيورين هادو كيعجبوني. هاد الصغيورين، شوفوا هذا شنو دار هذا ولا اني واعر هذا ناس ضربوا، يعني حتى الحيوانات ما ساهلينش. المهم كتلقاني كنصور في هاد الصغيورين هادو كيعجبوني. غنكمل معكم الطريق. هانتوما انا وصلت هنايا ديال البلاكه نتاع المنتزه، يعني عندي واحد الهبطه. كيف ما كتشوفوا هنا المعمل ديال عين سلطان، هنا فين كتوجد القراعي ديال الماء ديال عين سلطان. فما بين البلاصه اللي كنت فيها لعين سلطان قريبه لنا، يعني كنتمشاو على رجلينا، محتاجوش مركوب وقريبه. هنا كان واحد الكافي، للاسف راه مسدود دابا، ما عرفوش كيحلوه في الصيف ولا لا، مي دابا راه هو مسدود. كان زويون الواحد كيجلس فيه، كتجي العشيه كتجلس كتجلس هكا في ان كافي اللي ما بغاش يجلس في حضن الطبيعه. دابا غادي نهبطوا للعين المنتزه لتحت. للاسف المنتزه خاوي من الماء، لا حول ولا قوه الا بالله. المنتزه خاوي بتاتا من الماء، ما كاينش الماء كاع. انا كنت سمعت ما فيهش الماء، ولكن ماشي حتى لهاد الدرجه. وانتم كيف ما كتشوفوا هاد الصوره هذه انا اللي حطيتها هنا ديال المنتزه، هاكي كان بالمياه ديالو، لا حول ولا قوه الا بالله. هاد المكان كان تيكون عامر بالناس، ديما كتلقى فيه الناس، كتلقى الحيوانات بحال الابط، الايواز ديما كتلقاهم هنا، الدجاج. يعني هاد الحيوانات كلهم اللي صور اللي كتشوفوا هنا لتحت راه كلهم صورتهم هاد المنتزه هذا، لان كنا كنجيولو كنقصدو نرتاحوا في حضن هاد الطبيعه وهاد الهدوء. يعني كتسمع غير الماء وخارج المياه والشجر والحيوانات، يعني كاين واحد الطبيعه اللي كنا حنا كنجيو على حسابها. فللاسف المكان ولا خالي، خاوي، وبقى فيه ما يتشاف مسكين. فينا هو داك الماء اللي كان هنايا، وكنا كنخافوا حتى على الدراري الصغار يطيحوا في الجوانب، دايما تلقينا حاضينهم باش ما يطيحوش، باش ما كناش كنعرفوا شحال الغرق ديالو. هانتوما كيف ما كتشوفوا حتى الماعز ما بقى كيلقى ما ياكل، يعني حتى الشجر يعني باهت يبس مسكين. انت هاد الماء اللي كاين هنايا قيله نتاع الشتا. هانتوما شوفوا كي كان المكان بشحال هادي، كي كان الايواز اباط كنجيبوا لهم ما ياكلوا نعطيوهم. دابا هادشي خاوي ناشف يابس. كان هنا الماء كيخرخر، يعني كيبقى كنسمعوا خرير المياه. هنا كنا كنسمعوا المصطلح تاع خرير المياه كيهبط من هاد واحد التقابي تمايا كان كيدوز منهم الماء. كنا ما نقدوش ندوزو من هاد الطريق هذه اللي كاينه هنا. الطريق هذه اللي كاينه هنا ما كناش ندوزو منها فاش كيكون يعني هاد المنتزه وهاد هذا كيكون حامل، يعني كيكون الشتا بزاف وهذا كيهبط الماء بزاف. ولكن دابا ولا مستنقع، ما كاينش الماء كاع. شوف هاد البلاصه هادي شحال يابسه، سبحان الله. هاد البلايص دول كتشوفوا هذوك الثقب كان تما كيهبط الماء، يعني باش نبقاو نقطعوا من جهه لجهه وكنا كنخافوا.
يعني في هاد البلاصه باش نقطع على ديك الجهه اللي كتخاف وبارفو كيكون الماء طالع الفوق كتقول باش يطيح لك شي حاجه. وهاد البلاصه اللي كتشوفوها راه تما كان كيهبط الماء. انا ندوز لها باش تشوفوها، نوريها لكم دابا. تسناو هنا هاد الشجره دي كلشي كيكون مغطى بالماء. ها نتوما شو كي كانت، شوفوا الصوره التحتانيه اللي كنحط كيف كانت هاد البلاصه هادي. يعني للاسف يعني هاد البلاصه هادي شوف كي مبنيه طبيعه مقاده، ما عرفت انا من اين وقت هي مبنيه، من اين يعني انا كنعرف هذا قديم شحال هادي، ولكن ما عرفاش من اين سنه. وهادشي مبني شوف انت الطبيعه، يعني داكشي كان مقاد يعني زوين، ما عرفتش من اين عام هادشي مقاد. كان الواحد كيجي باش يرتاح ولكن للاسف فاش كتشوف منظر بحال هكا كتجيك البكيه، كتجيك الفقصه، مكيعرفش الواحد شنو علاش. حتى شجر يابس. غادي نقطع لهاد البلاصه هادي. شتي هنا راه فهاد الباساج اللي انا واقفه فيه راه كان بحال جسر صغير وكان تحته الماء، وكان الماء اللي كيجي من العين تاع عين سلطان، وكان الماء اللي كيجي من هاد الدوارات اللي كتشوفوا هنايا بحال هي تشوفوها هنا في الوسط. هنا راه كان كيهبط الماء من الجبال، يعني تلقى المنطقه فيها بزاف تاع البلايص بحال هكا وكان كيهبط منها الماء من الجبال. وكاين البلاصه اللي كانت الماء اللي كيهبط من الجبال كانوا الناس كيجلسوا تلقى النوبه باش نعمروا الماء من تما باش نديوه الا ما بغيناش ناخذوه من العين. يعني هنا الدريجات هادو راه كنا كنوقفوا عليهم بكشايف، يعني كتلقى الزحام والناس باش حنا نقدو نعمروا الماء قرعه الماء ديالنا ولا داك البيدو ديال الماء. ودابا غادي نديكم للراس ديال عين سلطان، يعني لا سورس المنبع من كاين الناس كانوا كيجيو باش يعمروا الماء. البلاصه دي كلها كانت عامره بالماء كما كتشوفوا في الصوره لتحت. وغادي نمشيو للمنبع. ودابا غادي نهبطوا هاد الدريجات هادو باش نوصلوا للعين. هاد البلاصه هادي راه كانت عامره بالماء، راه كان كيهبط الماء من هادوك اللي فوق الازرق تما كان كيهبط الماء من الجبال. وكانت تكون هاد البلاصه كلها الماء كما كنقولوا مجهد. هذه هي البلاصه اللي كنا كنعمروا بها الماء ديال عين السلطان. كيما كتشوف الصوره راه هكا كانت العين. شتي الماء كيداير شحال صافي. هنايا كنا الناس كيجيو كيعمروا الماء للشرب من هنايا. ها هو شوف الصوره كان الماء صافي ونقي. وانتم كما كتشوفوا حتى الشجر يابس، يعني ما بقاش داك الماء اللي يستافدوا منه، ما بقاش. سي نورمال طبيعي ان الماء اللي يستافدوا منه الشجر وزيد عليها الجفاف ما كاينش. ربي سبحانه وتعالى راه قالنا وخلقنا من الماء كل شيء حي، يعني من ما كاينش الماء طبيعي سي نورمال هادشي غادي يبس. هذا هو المعمل كبير تبارك الله. ودابا نوريكم العين اللي ولات تاع عين السلطان. رجعوها جروا التيو ديالها ولا المنبع ديالها، لحسب ما قالت لي واحد السيده تما وشي ناس قالوا بان هذاك المنبع ولا على شكل روبين، يعني السقايه هذه اللي كتشوفوا هي عين سلطان. دابا هي ولا الماء تاع عين سلطان وصافي. هادشي اللي قالوا لي سكان المنطقه تما، بان السقايه دابا هي اللي ولا فيها الماء، يعني غادي تجي تعمر الماء وتمشي بحالك. مبغاش حد يجي. دابا هادو كتكريهم هنايا وشنو كتقدمي لهم؟ كنحيو الفطاير. شاي. كاينين طواجن؟ لا فاسعة ما كاينش. ما كيديروش حيت الماء ما كاينش وما كاينش الناس. وراه ما كيبغيو الناس الطويجنات، كتخافي ما يجيوش. شحال هادي فاش كان الماء كيجيو الناس كيبغيو الطواجن، كيبغيو المسمن وغاتاي والجلسة كيبغيو يجلسوا. ولكن من بعد الماء ما بقاش الناس اللي جا كيولي ما هذاك الشيء شفتو الطوموبيلات اللي جا كيمشي. انا ما بقاتش البلاصه صالحه للجلاس، ما كاين لا ما كاين لا والو. كيبغيو الجلاس ولكن بلا ما بدون للاسف الحقيقه بلاصه زوينه ولكن الماء ما كاينش. هي جلسه زوينه. بعدا كيجيوك شويه الناس ولا والو؟ قلالي في هاد السبت والحد وبحال هاد العطله. دابا تخافي حتى الا درتي لهم طويجن تخافي يبقى لك في الراس وصافي ما تمعشيش. شحال من وحده كدير طاجين كيبقى الناس ما كيجيوش للاسف. ما كتعجبهمش الجلسه بلا الماء. ونيت شا يبقى جالسين يرتاحوا ولادهم كيلعبوا في الفلايك كيتنزل بنادم. اما كيجي بنادم بحال هكا ما كيرتاحش.
غيجلس واحد شويه ويمشي اللهم يدي كاس البرد اتاي وهداك الشيء ويمشي بحاله. لا يشرب كاس اتاي ولا يعمر شويه الماء ويولي بحال هكا صافي. دابا ديال العين اللي بقات هذه دابا لان هبط لتحت ما كاين والو. هذا هو الناس يشربوا صافي. اي والله يسهل الامور اش غنقول. الله يعاون السيده الله يعاون. هذه واحد السيده من سكان المنطقه اللي كتمعش على هادشي فمسكينه نتوما كيما سمعتيوها دايره محل هنايا كدير اتاي قهوه اللي بغى شي حاجه يجلس في القهوه مي راكم سمعتيو كلشي. كيف ما كتشوفوا المكان خاوي كاينين شي جوج العائلات اللي كاينين فقط وحدين جايبين نفخ وجايبين طاجين كيطيبوا راسهم وحدين جالسين عادي يجلسوا واحد ساعه المكانه وعادي يمشيو يشربوا فيها اتاي ويمشيو بحالهم. نخليكم تخيلوا كيف كان المكان بشحال هادي. كان الواحد كيجي كيستافد من الطبيعه كيجي كيدير بيكنيك يعني كيجيب وليداتو كيجلس حداهم وكيجلسوا ياكلوا ويشربوا ويضحكوا ويلعبوا. دابا شنو يجي يدير هنا مثلا جا يجي ساعه ويمشي بحالو ما يقدرش يجلس بزاف يخاف يمشي تكريسه ولا شي حاجه رغم ان المكان هنا كالم وزوين ولكن الواحد ضروري خصو يحتي راسو لان المكان ولا خاوي بزاف. وما عنده ما عاد يجي يدير يعني ما بقاتش يعني الواحد كيجي باش يستافد يعني الوليدات يلعبوا مع الحيوانات. في الصيف كانوا كيديروا هذوك لي بيدالو كيجلسوا يلعبوا بهم الناس الدراري وداكشي كيديروا دي بيدالو. دابا والو يعني ما كاين حتى شي حاجه ولات بحال منتزه الاشباح. كيبقى فيك الحال وكيحز فيك الحال ان تشوف بحال هاد اللاصه دي زوينه ومقاده وكانوا بالدريجات وكتطلع هنا وتهبط هنا ودير. كان مكان جميل جدا ولا بحال هكا يعني بحال هذا المكان كان خصو يستغل سياحيا يعني كان السياحه ديالنا كان خصها تزيد يعني هذا المكان كنستغلو سياحيا زوين كما كنشوفوا في دول اخرى. هذه المنطقه كيستافدوا منها. حنا العكس حنا عندنا المنطقات بحال هكا ما كيتستافدش منها بتاتا وحتى الا كانت كتستغل او كيخليوها حتى تموت. يعني انا بقى فيا الحال بزاف على هذه المنطقه لاني صافي ما نعاودش نجي ليها يعني غادي نجي ليها غادي نطلع للغابه غادي نستمتع بالطبيعه وصافي. اما كنا كنجيو كنديروا واحد النهار ايموزار يعني لهاد العين سلطان كتستافد منها الطبيعه هذه وكتبدل شويه الجو وكتاخذ هواء نقي وكتاخذ الراحه النفسيه والطاقه الايجابيه. ولكن للاسف دوام الحال من المحال. هذا هو الفيديو ديالي ديال هذا النهار كنتمنى يكون عجبكم. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.